لو انت حابب تدخل في مجال التصوير ومش عارف تبداها منين، فانا في الفيديو ده هبدا اوضح لك ازاي تبداها. هل انت في بدايه المجال محتاج كاميرات بروفيشنال، محتاج عدسه تكون واو جدا معاك؟ اولا انت تقابل ناس كتير جدا في المجال ده هيحبطوك. اول ناس تقابلهم هيقول لك المجال فيه ناس كتير، هتروح فين؟ تاني شخص هتقابله هيقول لك اوعى تشتري كاميرا، اجر. طبعا في ناس قبلك اشتروها وباعوها وخسروا فيها، فانت ليه يا ابني تشتري كاميرا؟ فده مش حل بنسبه 100%. هقول لك برضو الاسباب تانية ليه. ثالث شخص هتقابله هيقول لك ده قصص كبير، ده كل مكان كل زاويه ليها اعدادات معينه، ليها اضاءه معينه. الكلام ده حقيقي، بس انت مش محتاج الكلام ده في الاول. تعال نمسك النقطه الثانيه اللي هو بيقول لك اجر وما تشتريش. اللي بيقول لك اجر وما تشتريش ده بيتكلم في حاجه معينه، اللي هي انت هتاجر الكاميرا لمناسبات. يعني عندك مناسبه فهتحتاج ان انت تدفع فلوس عشان تاجر الكاميرا وتبدا تصور بيها المناسبه، وده انا مش عايزه منك في البدايه. ما تصورش مناسبات في البدايه نهائي. علشان كده بقول لك اشتري الكاميرا. اولا ما حدش هيرضى يعلمك على الكاميرا بتاعته لانها بتكون غاليه عليه جدا، غير ان هي غاليه ماديا. تاني حاجه انت لما تشتري الكاميرا على طول هتبقى عايز تصور، عندك حماس البدايات ده بقى، لازم اصور، لازم اتعلم التصوير، ازاي اصلا بيمسكوا الكاميرا، ازاي بيفتحوا الكاميرا، ازاي بتعرف تصور، ازاي اصلا تفك اللينس وتركبه تاني. كل الحاجات دي هشرحها لك بالتفصيل وهتتعلمها معايا بالتفصيل. بس انا في البدايه عايزك ان انت لو حابب المجال التصوير وفعلا حاسس ان انت هتعرف تعمل حاجه في المجال، وحاسس ان انت تحبه وهتشتغل بصبر، ان المجال ده محتاج صبر كبير جدا ومحتاج انت تتعلم كتير جدا، فانا جاي اوضح لك الموضوع ده بكل سهوله. اولا كده معانا انت لازم تشتري كاميرا، لان الايجار فيه مشاكل كتير. اولا لو رحت تأجر من اي مكان هيمضيك على اقساط، دي حاجه. الكاميرا لو حصل فيها اي عطله حتى لو بسيطه هيحط التكلفه اللي هو عايز يحطها، دي حاجه تانية. من ضمن الحاجات بقى المهمه ان انت متعود مثلا تصور بكانون، تمام؟ طب بتروح على طول بتأجر كاميرا كانون. طبعا كل الحاجات اللي انت تأجرها تبقى كروب فريم، وهنتكلم ازاي في كاميرات كروب فريم وفي كاميرات فور فريم. كل الكلام ده برضه هنقوله في فيديوهات تانية. الكاميرات الكروب فريم اجرت مره الكانون وصورت بيها، تاني مره اجرت الكانون وصورت بيها وبدات تعرف كل زرار بيعمل ايه والكلام ده. تالت مره رحت ما لقيتش الكاميرا الكانون، لقيت نيكون مثلا، فهتضطر تعمل ايه؟ هتمشي مثلا، فانت محتاج تصور، فانت هتضطر تأجر النيكون وانت مش فاهم فيها حاجه، كل كاميرا تختلف، فانت كده ضيعت فلوس مقابل ان انت مش هتعرف تستفاد منها. فانت في البدايه تبدا تشتري كاميرا كروب فريم، وهقول لك برضه على انواع الكاميرات اللي ممكن تبدا بيها واللي انا نفسي بدات بيها. اولا بقى لما انت تشتري كاميرا لنفسك هتبدا ان انت زي ما قلت لك هتبقى متحمس، فهتبدا تكلم صحابك، يا جماعه انا جبت كاميرا ما تيجي نصور. هتلاقي الموضوع بدا معاك ان انت هتبدا تمسك الكاميرا، هتبدا تشتغل بالوضع الاوتو. طبعا في البدايه لازم تشتغل بالوضع الاوتو. الفرق بين الاوتو والمانوال، الاوتو ده علامته والمانوال ده علامته، فانت مش مطلوب منك في البدايه خالص ان انت تشتغل مانوال خالص. انت مطلوب منك تعرف تمسك الكاميرا ازاي، تعرف تطلع صوره ازاي، تبدا تتعلم ازاي الصوره اصلا بتتاخد من زوايا مختلفه. ده المطلوب منك في البدايه. طبعا الكاميرات الكروب فريم اللي انت هتشتريها يا جماعه الكيد لينس بتاعها اللي هو المشهور جدا 18-55 ده كبدايه مش وحش، هتعرف تتحرك بيه شويه. الميزه اللي فيه ان هو فيه زوم، هتقدر تبعد وتقرب من طريقه زوم. مش مطلوب منك برضو انت تشتري فلاش في البدايه، الكاميرا بتبقى جايه معاها فلاش بتاعها. كل الحاجات دي مش مطلوبه منك، انت محتاج مثلا رينج ال 5-7 آلاف جنيه عشان تعرف تبدا في مجال التصوير، عشان تبدا تشتري كاميرا وتتعلم عليها، وما تبصش ان انت هتجيب بيها الكاميرا تخسر فيها. تاني واحد بقى اللي بيقول لك المجال ده صعب وكل مكان ليه اعدادات كاميرا، فانا بقول لك انت تشتغل بالشكل الاوتو. فالاوتو ده هو بيظبط كل حاجه، وبيظبط فتح حادثه، وهو بيظبط ايزو، وهو بيظبط شطر، كل الكلام ده هو بيظبطه، بس مش هتاخد منه الصوره البروفيشنال، الصوره الاحترافيه. بس انت ايه؟ هتتعلم ازاي تمسك كاميرا وازاي تبدا تصور. ودي كانت بدايه ازاي هتبدا تتعلم اصلا في مجال التصوير، وواحده واحده هتتعلموا مجال التصوير. وانتظروا الحلقات الجايه هنتكلم عن كل التفاصيل اللي موجوده في مجال التصوير علشان تبقى مصور محترف.